تعرفوا إنه كان في طقوس للعيدية كتير عيب إذا ما سويناها؟ وطبعا أحلى شيء بالعيد كان وما يزال هو العيدية، إذا كنت أنت الشخص اللي عم تاخدها مو الشخص اللي عم توزعها. طبعا عم بمزح، أكيد الشخص اللي عم يوزع العيدية كمان فرحان، لأنه عم يفرح قلوب الناس بأيام العيد المباركة. بأيام زمان كان في طقوس غريبة كتير ما في الواحد أبدا يتغاضى عنها، وفي ناس ملتزمين فيها لهلأ وفي ناس لا. وكان مهم جدا انه العيدية تنحط بمحرمة، لانه كتير عيب انه تنحط بالايد مباشرة، وخاصة اذا كانت الاخت الكبيرة او الكنة. وفي ناس مزوقين كتير كانوا يقدموا الهدية بمحرمة مطرزة او منديل حرير، وكأنه عم يقدموا لك هدية غالية كتير وفخمة. وبكتير محافظات العرف بيقول انه عيديتك لحتى تنقبل لازم المصاري ما تكون مجعلكة ولا عملة قديمة، لحتى ما يعتبروها قلة ذوق ويمكن العيدية ما تنقبل. حتى ينحكى بعيديتك بالعيد كله يفضل المصاري اللي بدك تعطيها تكون جديدة طخ وبتذبح ذبح. طبعا في طقس غريب شوي وما عاد موجود بحياتنا لهلا، وهو العيدية الجهرية. كانوا يجتمعوا فيه الأخوات البنات والكنات عند الأخ الكبير أو الجد لحتى يتم توزيع العيديات على الأولاد والأحفاد، مع كتير من الدعوات الحلوة والأمنيات السادة. وغالبا بالقرى كانت العيدية جوز ولوز وتين مجفف، وبعدين اتطورت القصة وصارت سكاكر وعلكة، وآخر الشيء تحولت لمصار. وهلأ خبروني، لسه عيلتكم بتعيد على نفس الطقوس ولا صار كل مين يعيد على طريقته؟